مصر ودوره في تأهيل العمالة بشكل كبير، لأن الحقيقة العمالة الفنية المتخصصة اللي يمكن عندنا عجز فيها أو كل الدول عندها عجز فيها. احنا دايما تلاقي طول الوقت بنتكلم على تطوير التعليم الفني، تطوير التعليم الفني، والحقيقة مفيش حاجة بتتعمل. رأي سيادتك ايه يعني؟ يعني أنا من حوالي 10 سنين، يمكن من حوالي 6 سنين بالظبط، يمكن كنت في استوديو النيل الأخبار، طلبت حاجتين. أتمنى إن وزير التربية والتعليم يهتم بهذا. أنا مش عايزك تدي الشهادة للطالب بتاع الفني اللي اتخرج، اللي واخد دبلوم صناعة مثلا أو كذا، كسباكة، ما ياخدش الشهادة. ضيف له سنتين كمان اسمهم الامتياز، زي الطبيب بالظبط، وحطهم كده كلمة امتياز يعني. يروح ياخدهم في شركة مقاولات، يشتغل السنتين دول كسباك في شركة مقاولات، بعدها يحصل على الشهادة بتاعته. ليه؟ أنا عايزه يطلع. أنا أوروبا ناضبة يعني بكثافة رهيبة جدا بالتعليم الفني من الفنيين، عطشة كمنطقة بالكامل للفنيين. احنا كمان كمصر، أنا عايز أقول لحضرتك على حاجة. أنا قاعد أنا وحضرتك، أنت كمذيع واحد وأنا كضيف واحد، لكن جيش الصيانة والتشغيل اللي بيشتغل في الكاميرات، اللي بيشتغل في الكهرباء، اللي بيشتغل في كذا، لا ما بيبطلش. انا ممكن ابطل كراجل بتكلم في التلفزيون في موضوع معين، لكن الصيانه والتشغيل بتاع التلفزيون مش هتبطل. صحيح. المستشفيات مش هتبطل. اي دوله في العالم عندها عطش للفنيين والصناعيين، فلا بد ان احنا نأهل دبلوم صنايع. يعني ما يطلعش انت دخلت كدبلوم وحاطط في دماغك انك هتاخد مهنه سباكه، يبقى لازم تطلع سباك، لازم تروح شركة مقاولات بعد الدبلوم، تقعد لك سنتين تفهم هذه المهنة، ويتم اختبارك على أعلى مستوى من مهندسين فنيين جديرين بأنهم يقوموا بهذا الموضوع. أنا هحكي لك على نقطة. الخليج اليوم عاد بيبعت لجنة متخصصة على أعلى مستوى الاختبار العمالة. هقول لك على خبر تاني خالص نهائي. في نقطة تانية، لو راح العامل السعودية دلوقتي يعني هتذهل من الموضوع اللي أنا بكلمك فيه، لأنه بقى له فترة شغال ولكن مش من زمان. الفني بيروح يخضع لاختبار في